السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، ده المتحف الحربي في مدينة بورسعيد. انا الفيديو ده بالذات يا جماعة محطتهوش في مزارات بورسعيد، عملته فيديو لوحده مخصوص لان المتحف ده مهدور حقه كتير جدا جدا. زي ما انتم شايفين افتتحوا الرئيس جمال عبد الناصر المتحف بورسعيد الحربي. فزي ما بقول لكم كده المتحف ده مهدور حقه في مزارات بورسعيد، فانا عملته لوحده لانه بجد بجد يعني بصوا اثري جدا بالمعلومات وبالحاجات اللي هي خاصه بمصر في حرب اكتوبر. وايه شفتوا؟ دي دبابه اسرائيليه كانوا بيستخدموها في الحرب علينا في مصر هنا في اكتوبر. فالمتحف الحربي ده يا جماعة ساري جدا، وفيه الطيارات وفيه حاجات هليكوبتر بصوا، وفيه الأبطال المصريين اللي كانوا في الحرب والبطولات بتاعتهم والحاجات اللي كانوا بيعملوها واللبس. بصوا المتحف ده حاجة كده تحفة 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 تحفة. وبجد بجد مدينة بورسعيد مهتمية جدا بالمتحف. المتحف ما شاء الله فيه اهتمام يعني او نظيف جدا، مهتمين بيه في نظام. والمتحف يا جماعه شايفين دي قنبله من القنابل اللي كانت بتترمي علينا في الحرب، في حرب اكتوبر وكده. فالمتحف ده بصوا جميل جدا وسري بالمعلومات، وفعلا من الحاجات المهدور حقها. وكمان يا جماعه مدينه بورسعيد من المدن اللي بيروح لها رحلات من جميع محافظات مصر. واكتر محافظة من وجهة نظري انا بيروح لها بيروح منها يعني رحلات او زوار لمدينة بورسعيد القاهرة. محافظة القاهرة القاهريين بيحبوا جدا بورسعيد وبيروحوا هناك رحلات كتيرة وكده بيحبوها وبيحبوا يستمتعوا بيها. بس المتحف ده مهدور حقه، مش بيروح له زوار كتيرة. فانا عملته في فيديو مخصوص لوحده، لعل وعسى حد يشوف قناتي او يشوف الفيديو ده والناس يعني تنتبه للمتحف الحربي في مدينة بورسعيد. المتحف يا جماعة جميل جدا، والناس خاصة اللي هي بتحب التاريخ او حابة ان هي تعرف تاريخ بلدها، المتحف ده جميل جميل جدا. غير كده كمان ان هو مهم جدا لاولادكم ان هم يروحوه، وان انتوا تشرحوا لهم على قد ما تقدروا، ومش هتتعبوا في الشرح على فكرة، لان كل حاجة مكتوب عليها ده ايه وبتاع ايه وكان بيستخدم في ايه. فيعني اي معلومات ولادكم ياخدوها. انا نفسي يعني ابني في سنة تالتة ابتدائي، وبجد يا جماعة يعني قعدنا نقول له شوية معلومات على قد ما نقدر عن المتحف ده. فهو مهم جدا ان ولادنا يعرفوا عن تاريخ بلدهم يعني وكده، وان هم يشوفوا الحاجات ديت. يعني لما بيشوفوها في الصور او في الكتب ياخدوها، غير لما تشوفوها في الحقيقة. المعلومة يا جماعة في الحقيقة بتبقى اسهل كتير جدا على الطفل من الكتب ومن الحاجات اللي هي بياخدوها في الدراسة. احنا مهتمين بالجانب التعليمي والدروس والمدارس والكلام من ده. وعلى فكرة يا جماعة زيارة الأماكن التاريخية دي مهمة جدا، هي دي اللي بتثبت المعلومة عند الطفل أو عند الولد أو البنت، إن انتوا توروا له حاجة يشوفها في حقيقة كده ويلمسها ويشوف ليها متحف زي ده مثلا، تبقى المعلومة سهلة عليه لما تيجوا تشرحوا لولادكم بعد كده حاجات زي كده. فيا جماعة يعني شايفين المتحف، شايفين الجمال يا جماعة، شايفين النظافة، شايفين الرقي، حاجة بجد محترمة جدا. وانا اتبسطت جدا جدا ان رحت المتحف ده. اتبسطت وزعلت، اتبسطت لانه حاجة جميلة جدا، وزعلت لانه ما فيش اهتمام من الزوار. الناس الزائرين يا جماعة بيروحوا اماكن كتيرة جدا في بورسعيد زي جبال الملح وحلقات السمك والحاجات ديت، لكن ازاي متحف زي ده مهدور حقه؟ فيه حاجات معلومات مهمة جدا 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 لينا احنا ولولادنا كمان. ولادنا بالاخص يا جماعة، احنا على الاقل سمعنا او درسنا عن التاريخ، لكن ولادنا لسه ما فيش فاهمين قصدي. الولاد اللي هي درست يعني مجرد دراسة وخلاص، او الولاد اللي هي لسه اطفال صغيرة لسه هيدرسوا. فيعني مهم جدا ان احنا نوريهم متاحف زي ديت، ونحاول على قد ما نقدر نشرح لهم ياخدوا المعلومات اللي ياخدوها ويسيبوا اللي يسيبوه. بس المهم ان احنا يعني نغرس فيهم حاجة زي كده.
والمتحف هو يا جماعة زي ما انتم شايفين ما شاء الله غني جدا وثري بالمعلومات وحاجات كتيرة جدا عن الرؤساء في مصر وعن أبطال اللي في مصر وعن الحرب، وإسرائيل كانت بتستخدم ايه في الحرب ضدنا. شايفين يا جماعة الحرب مش سهلة، وربنا يعين يا رب اخواتنا في فلسطين على يعني اللي هم فيه، ويطلعهم يا رب من الحرب دي على خير بإذن الله. وشايفين يا جماعة هوات الأسلحة والحاجات اللي هي كانت بتستخدم في الحرب. والله يعني المتحف ده أي حد يروح بورسعيد أوعكم يفوتكم زيارة المتحف ده بجد يعني. لأنه مهم جدا جدا. وعشان كده زي ما قلت لكم ان انا عملته فيديو لوحده، واتمنى يعني تاخدوا بنصيحتي وكده. والناس طبعا اللي هي معاها اولاد وكده هيفهموا كلامي وهيقدروني، وفي ناس تانية مش هتهتم يعني وكده. بس الناس اللي هي مهتمة وان هي حابة تعلم ولادها تعليم صح، وحابة ان هي يعني تغرس فيهم كده حبهم لوطنهم، و حبهم لوطنهم ويعرفوا حضارتهم وكده والتراث بتاع بلدهم. لازم نهتم بزيارة المتاحف والأماكن ديت، ونشوف الأبطال بتوعنا وكل واحد ايه هو كان دوره. فصراحة بورسعيد المتحف ده جميل جدا، وانا بشكر محافظة بورسعيد على اهتمامها بالمتحف ده. المحافظة مش مقصرة، المتحف فيه اهتمام وفي نظافة وفي نظام، وتذكرته على فكرة يا جماعة مش غالية. فازاي يعني احنا ما نروحش حاجه زي كده؟ وهو على فكره قريب جدا من المسله في بورسعيد، وما اعتقدش حد ما بيروح بورسعيد وما بيروحش عند المسله وياكل الحمام، هو جنبه بالظبط يا جماعه يعني. ليه احنا ما نروحوش؟ وليه ما يبقاش لينا اهتمام بيه يعني وكده. بس اكتر حاجه زعلتني ان هو زواره مش كتير، دي الحاجة اللي زعلتني. لكن بصراحة المتحف جميل جدا، وزي ما قلت لكم انا يعني بشكر محافظة بورسعيد على اهتمامها بالتراث الجميل ده، بالمتحف الحربي بمدينة بورسعيد، من الاماكن المحترمة جدا والحضارية واثرية. وبصوا ثروة كده من المعلومات بجد عن الحرب، وعن الحاجات اللي كانت بتستخدم في الحرب، وعن الأبطال اللي كانوا موجودين. معلومات بجد مهمة جدا جدا. لو مهتمين بالتاريخ حاولوا ان انتوا لازم تروحوا المتحف ده، وهتطلعوا بمعلومات حلوة جدا جدا. انتوا تستفادوا بيها، ممكن ما نكونش احنا نعرفها، وفي نفس الوقت لولادكم برضو. فاهمين قصدي؟ واللي بقى يا جماعة بالله عليكم ما شافش قناتي يعني بيعدى عليها كده ومش مشترك فيها، ياريت ان هو يشترك في القناة ويفعل كده زر الجرس، ويعمل لي لايك حلو منه كده على الفيديو ده. الفيديوهات دي يا جماعة انا بتعب فيها، وعشان ان انا اصورها لكم، وبحاول دايما ان انا اجدد في القناة واعمل لكم محتويات مختلفة. انا محتوايا فلوجات خروج، محتويات اللي هو ممكن بطبخ طبخة حلوة مثلا، فانا حابة ان انا اشاركها معاكم. روتينات يعني وكده، قناة متنوعة. فأتمنى كده ان انتوا يعني ايه تشتركوا فيها، وان شاء الله يبقى فيها تنوع، وعلى قد ما اقدر وعلى قد امكانياتي هحاول ان انا اعمل لكم محتويات يعني حلوة ومحترمة. فاتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، عشان اللايك ده يا جماعة يعني بيرفع الفيديوهات وبيخلي القناة ان هي تبقى مقترحة لناس تانية ان هي تخش في القناة وتشوفها. وادعوا لي كده ربنا يعيني ان شاء الله ويقويني، واحاول على قد ما اقدر اعمل لكم يعني حاجات مختلفة في القناة، فيديوهات مختلفة وكده. وطبعا انا بشكركم طبعا للناس الموجودة معايا المحترمين على مساندتهم ليا في القناة، وان هم ناس يعني قلبهم حلو كده وقلبهم نظيف وبيحبوا الخير لكل الناس. واي حد طبعا مش كويس يعني او كده ربنا يبعده عننا ان شاء الله ويحفظنا. وادي يا جماعه المتحف اهوت. انا مش عايزه يعني ايه اتكلم كتير، عايزاكم انتوا يعني تتفرجوا وتستمتعوا بالحاجات الجميله ديت. شايفين يا جماعه معركه الدبابات سنه 72،
مرحلة التسلل في سنة 73. بصوا بقول لكم خرايط، شايفين الخرايط ديت حاجات، واحلى حاجة عجباني كمان، عارفين اللي هي الحاجات اللي مش ابيض واسود، لا يعني حاجات قديمة جدا من زمان وبالالوان. فاهمين قصدي؟ ده دليل ان هم يعني المتحف فيه اهتمام كبير جدا جدا، وفي معلومات بجد يا جماعة يعني سرية. شايفين الحرب، شايفين الحاجات اللي مصر تعرضت ليها والدمار، يعني الحرب ده فعلا دمار، يعني ربنا يحفظ مصر يا رب، اللهم امين، من كيد الكائدين، وبلدنا دايما تبقى في تقدم وفي امن وسلام ويصلح حالنا، وتبقى البلد دايما كده يعني ان شاء الله في تقدم، وتعدي من اي ازمات تقابلها باذن الله. شايفين جهاز التردد اللي هو بيبقى تردد العالي يعني وكده، وكارنيه لجند اسرائيلي، شايفين الكارنيه ده؟ والله يا جماعة شايفين في يعني وحدة اتصال فرعي، في حاجات كتيرة جدا، حاجات ومهمة جدا جدا. قنابل يدوية دفاعية إسرائيلية، شايفين القنابل اللي إسرائيل كانت بتستخدمها زمان؟ حاجات يا جماعة، الحاجات ديت يعني مش مجرد بس ان انتم يعني تعرفوا عن تاريخ البلد او الحرب او اللي احنا تعرضنا له، لا وتفيدكم كمان في اللي جاي. فاهمين قصدي؟ يعني الواحد برضو لما بيفهم حاجات الرئيس انور السادات، الواحد برضو لما يعني بيعرف حاجات عن التاريخ وكده، مداركه بتتفتح، وبيقدر يفهم او يعني يبقى عنده زي يحس كده ان هو يبقى عارف اللي قدامه ده كان على ايه قبل كده. فاهمين قصدي؟ اللي هو طبعا اسرائيل يعني، او العدو. فالمتحف ده من المتاحف بجد جميلة جدا جدا في يعني في مدينة بورسعيد، واتمنى زي ما قلت لكم ان انتوا تزوروه. وبعيد وبكرر عليكم يعني ما تهملوش زيارة المتحف ده، لانها مهمة لينا احنا، ان هي يعني تذكرنا بحاجات في التاريخ وتعلم ولادنا. وانا قررت او صممت ان انا اعمله فيديو لوحده، لانه يعني هو مهدور حقه، ومن الحاجات يعني اللي هي مش معمول لها فيديوهات مخصصة لوحديها يعني في الزيارات او في الفلوجات اللي معمولة لبورسعيد. فانا حبيت ان انا يعني اديله حقه، ان انا اعمله فيديو لوحده يعني وكده في القناة. واتمنى ان شاء الله ان هو يعني يعجبكم وينول اعجابكم، وانتوا تقدروا تعبي والمجهود اللي انا بعمله لكم في القناه، وان انتوا تشاهدوا الفيديوهات بتاعتي وتعملوا لي لايكات وشير وسبسكرايب، والمش مشترك يشترك. وشكرا ليكم. شايفين بقى؟ اتفرجوا كده على الأسلحة والذخائر والحاجات الأوسمة اللي كانوا بياخدوها الضباط. بصوا غني جدا، غني جدا بالمعلومات. بصوا أنا يعني ايه خدت لكم جولة كده عامة عن المكان، فاهمين؟ اما بقى ان انا مثلا اجيب كل تفصيلة فيه وده كان ايه وده كان ايه وكده، ده محتاج بقى منكم ان انتوا نفسكم تروحوا زيارة للمكان، و يعني تروحوا زيارة للمكان وكده وتشوفوه وتقرأوا انتوا بقى وتاخدوا المعلومات اللي تاخدوها وتسيبوا اللي تسيبوه، بس المهم ان انتوا تروحوا وتاخدوا، ما تأثروش في حاجة زي كده. وده يا جماعة المتحف شكله من بره زي ما انتوا شايفين كده. المتحف من بره اهوت. اكتر حاجة زعلتني ان هو زواره ايه مش كتير زي ما قلت لكم. اتمنى بقى يعني ان الفيديو ده يعجبكم وينول اعجابكم. ولو انتم من الزوار بمدينة بورسعيد وبتروحوها رحلات، انصحكم يعني انصحكم بزيارة المتحف ده. بجد في حاجات كتيرة جدا، معلومات ان احنا نعرفها ونشوفها يعني وكده.